في واحد الحي راقي وهادئ بمدينة دار البيضاء، وتحديداً في شهر 11 من سنة 2014. الليل كان مسيطر على المكان حتى 3:30 ديال الصباح. الساكنة ديال الحي غادي تفيق مخلوعة على الصوت المزعج ديال صفارات الإنذار. سيارات الإسعاف وبوليس النجدة داخلين بالزربة وواقفين قدام واحد الفيلا صغيرة، الباب محلول والروينة نايضة لداخل. البوليس ملي دخلوا لقاو منظر خايب بزاف، شابة في مقتبل العمر طايحة في الأرض ديال الصالون غرقانة في دمها، والزاج مهرس في كل بلاصة، والدار كلها مرونة ومقلوبة. الضحية كان سميتها سناء، بنت عندها 28 عام، بنت وحيدة وميسورة الحال، وورفات شريكة على باها اللي توفى، وكانت هي اللي مكلفة بيها وموقفاها على رجليها. في مسرح الجريمة كان حاضر رجلها علي اللي كبر منها ب10 سنين وكيخدم مهندس ديكور، وكانت حاضرة حتى أمها مليكة، سيدة في الخمسينات من عمرها اللي جات تسكن معاهم مؤخرا. علي ومليكة كانوا في حالة صدمة كبيرة، كيبكيو وكيغوتوا. ملي سولهم المحقق شنو وقع قالوا بجوج باللي كانوا ناعسين في بيوتهم الفوق حتى سمعوا الغوتة ديال سناء، وموراها صوت الزاج كيطرطق. علي قال باللي هبط كيجري ولقى مراته في هذيك الحالة، والشفار هرب، وأمها هبطت موراه وتصدمات ملي شافت بنتها الوحيدة غادية كتموت. في البداية كل المؤشرات كانت كتقول باللي هذه عملية سرقة سالات بجريمة قتل بشعة. شفار دخل الفيلا، حسات به مولات الدار، هبطات تشوف، وملي حصلاتو ضربها وهرب. القضية باينة، ولكن واحد من المحققين الأذكياء اللي كانوا تما حس باللي كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. إحساس البوليسي المتمرس قال ليه باللي هذا المسرح تمثيلي ومصطنع. المحقق بدا كيقلب في التفاصيل الصغيرة. أولا، الدار ما تسرق منها حتى شي حاجة، لا فلوس لا ذهب. ثانيا، الباب ديال الزاج اللي كيطلع على الجردة مهرس بطريقة غريبة، الزاج كان طايح لداخل ديال الدار، وهذا الشيء كيعني ان اللي هرسو كان برا، ولكن علي قال باللي هرسو الشخفار من اللي بغى يهرب. والأغرب من هذا الشيء كامل هو الأداة اللي تقتلات بها سناء، واحد الفاز نحاسي ثقيل كان محطوط في الزاوية ديال الصالون. البوليس لقاو فيه قطرات قليلة ديال الدم، ولكن كان ممسوح ومنقي مزيان. واش كاين شي شفار هارب مخلوع غادي يلقى الوقت باش يمسح الأداة ديال الجريمة ويرجعها لبلاصها؟ هاد الثغرات خلات المحقق يتيقن باللي القاتل ما جاش من زنقة، القاتل كان لداخل وناعس معاهم في نفس الدار. الشكوك كلها بدات كتدور على الزوج علي والأم مليكة، لكن شكون فيهم اللي يقدر يدير هاد الجريمة البشعة في حق بنت ظريفة وناجحة كل شي كيشكر في أخلاقها؟ تقرير الطب الشرعي غادي يزيد يعقد القضية وغادي يكشف سر خطير. الطبيب لقى في الدم ديال سناء نسبة طالعة ديال أدوية مهدئة ومنومة قوية بزاف، بالرغم من أن سناء ما كتعاني من حتى شي مرض نفسي وما متبعة مع حتى طبيب. شكون كان كيعطيها هاد الدواء وعلاش؟ الطب الشرعي لقى أيضا خلايا جلدية تحت الضفار ديال سناء كتدل على أنها قاومات القتيل ديالها قبل ما تموت وخبشاتو في يدو. البوليس عيطوا لعلي والملكة للتحقيق من جديد، ولكن هاد المرة كمتهمين رئيسيين. المحققين فرقوهم وكل واحد داروه في غرفة. البوليس لاحظوا أن الأم مليكة من نهار الجريمة وهي لابسة الليقات في يديها بحجة أنها حزينة على بنتها وكتلبس لباس الحداد الأنيق. المحقق طلب منها تحيد هادوك الليقات، وملي رفضت في الأول ضغط عليها حتى حيداتهم. وهنا كانت الصدمة، يديها كانوا عامرين بالخبيش والجروح الطرية. الضغط ديال التحقيق خلى علي نهار ويعترف بكل شيء، وموراه نهارت حتى ملكة واعترفت بالحقيقة المرعبة اللي ما تطيحش على البال، حقيقة كتشيب الراس وتخلي الدم يجمد في العروق. القاتل ما كانش شفار وما كانش راجلها بوحدو، القاتلة كانت هي الأم ديالها ملكة بمساعدة الزوج علي، والسبب خيانة من أبشع ما يكون. مليكة بعد ما توفى راجلها صرفت قاع فلوسها على عمليات تجميل واللباس والعيشة الراقية، وبدات كتحسد بنتها سناء على صغرها، على فلوسها وعلى راجلها. مليكة استغلت وجودها في دار بنتها وبدات كتغري راجل بنتها علي حتى طاح في الشباك ديالها، وبداو في علاقة محرمة تحت سقف واحد. باش ياخدوا راحتهم، ملكة كانت كل ليلة كدير لبنتها المنوم في العصير باش سناء تنعس بحال ميتة وهما يعيشوا قصتهم الخبيثة. ولكن في هذيك الليلة المشؤومة سناء ما شربتش العصير ديالها،
في حدود 1:30 ديال الليل سمعات شي حركة غريبة في الصالون لتحت. هبطات بشوية وما لقاتش الشفار، لقات راجلها اللي كتبغيه في وضع مخل ومقزز بين أحضان مرأة أخرى، وهاد المرأة ما كانت غير أمها اللي ولداتها. سناء تصدمت، طاح عليها الباطل وبدات كتغوت وتهدد أنها غادي تفضحهم وتلوحهم بجوج للزنقة. ملكة ملي شافت راسها غادية تخسر العيشة الراقية وترمى للشارع ما فكراتش جوج مرات، هزات الفاز النحاسي الثقيل وضربت به بنتها الوحيدة للراس بكل وحشية. طاحت سناء غارقة في دمها، وعوض ما يعتقوها اتفقوا بجوج يمسحوا الفاز ويهرسوا الزاج ويرونوا الدار باش تبان بحال جريمة سرقة. العدالة قالت الكلمة ديالها، وتحكمات الأم الخائنة القاتلة بالسجن المؤبد، وتحكم الزوج الغدار ب20 عام ديال الحبس، وتطوات صفحة أبشع خيانة ممكن يتصورها العقل البشري.